النهارده هنعمل لبن البودره مع بعض. بجد طريقه حلوه جدا وتجربه ممتعه، انا عن نفسي استمتعت بيها. ما خدتش مني وقت، وبصراحه نتيجه مبهره. انا ما كنتش مصدقه ان انا ممكن اعمل لبن البودره في البيت ويكون بالنتيجه دي ويكون خام زي ما انا شايفاه كده. شايفين لبن بودره خام اهو، ريحته تحفه جدا جدا. وبجد بجد بجد هيعجبكم ان شاء الله، وهتوفروا فلوس كتير جدا للناس اللي بتستخدم لبن البودره. برضو مغذي ومفيد للاطفال، وهيبقى موجود عندك في اي وقت. ما عندكيش لبن حليب، اللبن البودره بيقضي الغرض تماما، وبيقعد معانا كمان فتره طويله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم، اهلا بيكم مطبخ ام شريف. ازي حضراتكم؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض اللبن البودره بطريقه سهله جدا جدا. بصراحه ما كنتش متوقعه ان اللبن البودره سهل كده وطريقته حلوه، وخصوصا احنا بنشتريه بسعر غالي جدا، وهو سهل وممكن نعمله في البيت في دقايق، يعني مش هياخد مننا وقت ان شاء الله، ومكونات بسيطه، مش هنشتري له حاجه كتير ولا حاجه. انا دلوقتي معايا كل المقادير اللي انا هستخدمها. حوالي 3 4 معالق من السكر وكيلو حليب. ده كيلو حليب اهو، اي نوع حليب عندك. طبعا انا حطيته على النار عشان يغلي. طبعا انا معاه ومستمره. بصوا بقى، عايزه الحكايه دي عايزه طول بال شويه. اهم حاجه ان انت تحطيه على النار، اول ما يبتدي في الغليان توطي النار. زي ما انتم شايفين انا حاطه حله تيفال او حله جرانيت، المهم اي حله تكون ما تستحمل درجه الحراره وما تكونش بتلزق. دي مهمه جدا عشان اللبن لما نحوله هنشوف الخطوات معانا، بس ما يلزقش معانا في الصينيه. دلوقتي انا هستنى لحد اللبن بتاعي ما يبتدي يغلي، وبعد كده هوطي النار عليه، وبعد كده هنتابع الخطوات معانا بالظبط. انا مش هعمل حاجه، كل اللي انا عاملاه ان انا جبت الحله اهي وحطيتها على النار. بصوا حتى لسه بارده اهي. هستنى بس لحد ما تبتدي تغلي كده، وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. زي ما احنا شايفين اللبن بتاعي ابتدى يغلي اهو. طبعا من ساعه ما حطيت اللبن لحد ما ابتدى يغلي كده وانا عماله اقلب فيه. بصوا بقلب فيه كويس قوي من تحت، مش عايزه اي حاجه في اللبن تلزق. طبعا ضروري جدا تكون الحله واسعه عشان اللبن ما يفرش منك ويندلق. يعني اهم حاجه انها تكون حله مش بتلزق، وفي نفس الوقت تكون حله واسعه عشان اللبن كل ما يفور ما يندلقش مننا، يبقى عندنا براح. نقلب براحتنا اهو. بصوا نقلب كويس قوي من تحت، التقليب ده مهم جدا. طبعا انا وطيت النار لان هو ابتدى يغلي اهو. بصوا، وكل الحروف دي اهو بننزلها كده مع بعض. بصوا عمل اللبن بتاعنا بقى عامل شكل الجبنه ازاي. بصوا بقى متكثف، شايفين التقل؟ دي المرحله التانية في اللبن. طبعا هقلب كمان لحد ما يتقل خالص اكتر من كده اهو. طبعا ايدي فيها على طول عشان اللبن بتاعي ما يلزقش. زي ما احنا شايفين بصوا القوام بقى عامل ازاي، اختلف تماما. عايزه اقول لكم ان انتوا لو خدتوا لحسه من المعلقه دي كده وتدوقوها هتلاقوا طعمها زي اللبن البودره بالظبط، يعني طعم اللبن البودره. عايزه اقول لكم كمان ملحوظه، مش ضروري خالص ان انتوا توطوا النار قبل ما اللبن بتاعكم يتقل. يعني خلوا النار عاليه خالص لحد ما اللبن بتاعكم يقرب كده ان هو يتكثف ويتقل. شكله حلو ازاي اهو، لون اللي هو الاوف وايت او اللون البيج الفاتح خالص. بصوا هيبقى اللبن بتاعنا فاتح وجميل. لكن انت لو حطيتي السكر في الاول طبعا يبقى الوصفه باظت اهو. فاتمنى ان انتوا تاخدوا بالكم من الملاحظات دي، وان شاء الله يطلع معاكم نتيجه روعه جدا. دلوقتي زي ما احنا شايفين اللبن بتاعنا جاهز اهو. بصوا الكميه حلوه ما شاء الله، ده هتفرق معانا بكتير جدا. شايفين اللون فاتح وجميل ازاي؟ ده القوام اللي انا عايزاه اهو. بصوا بقى عامل زي العجينه اللينه اهو. بصوا بجد الموضوع ممتع جدا جدا. بصوا بقى هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا جايبه طبق وحاطه عليه كيس بلاستيك، كيس من بتاع السندوتشات ده، واي كيس عندكم، او ممكن تحطوا على الطبق مباشر مفيش مشكله يعني. وهحاول كده افرشه عشان خاطر ينشف اهو. ميزه الحله التيفال بقى او الحله اللي ما بتلزقش، زي ما احنا شايفين، لو انتوا كان اللبن قاعد الوقت ده كله على النار كان طبعا هيلزق في الحل، لكن زي ما احنا شايفين اهو
فما ينفعش خالص في حله ألمونيا للاسف، لان اللبن هيقعد وقت طويل على النار فهينحرق مننا. بصوا ما شاء الله. طبعا ناخد كل الكميه حتى الفرافيت اللي في الحله دي، لان ده كله هينطحن وهيطلع معانا لبن بودره اهو. كل الفرافيت دي كمان اهيت حتى ما نسيبهاش. هنقول بسم الله بقى. بصوا ونفرش كده، نعملها طبقه خفيفه اهي، وهسيبها لحد ما تنشف خالص. هتاخد وقت قد ايه هقول لكم، بس المهم انها تنشف خالص. طبعا زي ما قلت لكم في معظم الفيديوهات بتختلف الشتاء من الصيف اهو. تحطوها في مكان بس هاوي شويه عشان تنشف معانا بكل سهوله، وتخلوها متبططه كده عشان تبقى خفيفه. بصوا ودلوقتي زي ما احنا شايفين اللبن بتاعي اول ما ابتدى ينشف كده مسكته فرفته زي ما احنا شايفين اهو، عشان اتاكد ان هو نشف تماما. شايفين؟ لازم تسيبيه لحد ما ينشف، حتى لو قعد معاكي يومين مفيش اي مشكله. لو تقدري تحطيه في الشمس هيبقى هايل جدا ومش هياخد منك وقت طويل. شايفين ما شاء الله كده؟ انا كسرته واتاكدت ان حبيباته ناشفه تماما. بصوا بضغط عليها اهي ناشفه جدا. طبعا انا خدت شويه وحطيتهم في الخلاط اهو عشان خاطر اجربهم اهو. هنشوفهم كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين؟ بصوا بقى طبعا بعمل ازاي، ريحته حلوه جدا جدا. شايفينه؟ ما شاء الله. بصوا ريحته جميله جدا جدا بجد، تجربه حلوه قوي. شايفين اللبن البودره ناعم وعامل ازاي اهو؟ لبن بودره يعني ما عليهوش لا نشا ولا عليه اي مواد حافظه ولا اي حاجه بتزوده، ده لبن بودره خام. هكمل دلوقتي الشويه اللي فاضلين دول معاكم اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهم. احطهم كده في الخلاط اهو. طبعا ما اسيبش اي حاجه. احط عليهم معلقتين من السكر اهوت، السكر العادي مش شرط بودره ولا حاجه، او لو عندك بودره مفيش مشكله. معلقتين كده من السكر، وهقفل البطرمان بتاعي اهوت، قصدي الخلاط، ونبتدي نضرب مع بعض اهو. طبعا تقدري تنخليه، بس هو ان شاء الله ما فيهوش تكتلات ولا حاجه اهوت. بصوا بس ممكن برضو ننخله مع بعض. بصوا ما شاء الله الكميه كبيره قد ايه. طبعا لو حابين تنخلوه مفيش اي مشكله اهو. هنخله برضو معاكم عشان تعرفوا ان هو كله بودره ما فيهوش اي تكتلات. شايفين اهو اهوت. بصوا اهو. شايفينه بقى عامل ازاي اهو؟ لبن بودره بصراحه تجربه حلوه جدا، وانا ذات نفسي يعني مبسوطه جدا بيها. ما كنتش متخيله ان انا اقدر اعمل اللبن البودره في البيت. بجد تجربه حلوه جدا، وما شاء الله يعني الكيلو اللبن عمل لي كميه كبيره. طبعا لو انا حابه ازوده ممكن احط له سكر تاني ويبقى عندي زياده، لكن انا حابه اخليه ان هو يكون لبن خام كده اكتر ما يكون منه سكر كمان. بجد حلو جدا وتجربه حلوه، وفي نفس الوقت وفرنا فلوس كتير. اتمنى انتوا تجربوها، بجد حلوه 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 يعني. ما كنتش مصدقه ان هو هيطلع حلو بالطريقه ديت، بس بجد حلو جدا. اتمنى انتوا تجربوه. شايفين بقى ما شاء الله؟ ادي اللبن بتاعنا خلص معانا كميه كبيره زي ما احنا شايفين. الطبق غويط مش مسلطح، وشايفين كميه اللبن طالعه قد ايه، ولبن بودره شايفين النوعيه بتاعته عامله ازاي اهو.
بجد حلو جدا. اتمنى انتوا تجربوه، تجربه حلوه جدا وموفره كمان، هتوفر عليكم كتير. طبعا انا هسيبه دلوقتي يتهوى برده شويه، وبعد ما يتهوى هعبيه في البطرمان ده ويبقى جاهز معايا لبن بودره تحفه جدا. واستنوني ان شاء الله هعمل لكم الزبادي او اللبن الرايب باللبن البودره، بجد خطير جدا. استنوني ان شاء الله هنعمل الفيديو ده قريب. متنسوش بقى لايك للفيديو، جربوا الطريقه دي على ضمانتي، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد. وادي الرز المعمر طلع من الفرن. اعملوا نفس الخطوات اللي انا قلت لكم عليها ونفس التسويه، ان شاء الله هينجح معاكم جدا جدا. بشكركم جدا، والى اللقاء في فيديو جديد. بس ما تنسوش لايك للفيديو بالله عليكم.